عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. بمناسبة ان هينزل ان شاء الله باذن الله سلاح جديد للويند، والمفروض هيبقى حاجه زي ديمن كينج داجرز كده، فقلت ايه المشكله ان احنا نعمل تير ليست للاسلحه. انا اخر تير ليست عملتها تقريبا كانت من 4 شهور حاجه زي كده. حته الاسلحه ما بقتش مشكله قوي زي زمان، يعني دلوقتي بقى في اسلحه كتيره بتعمل نفس الحاجه، بس في كام سلاح كده يعني هو بص هو واخد مركز مهما يحصل. وما تنساش طبعا تعمل لي سبورت في الكريتر نت ماربل، يعني عشان اقدر ان انا اوزع الاكواد اللي بتيجي عليا. في كواد يا جماعه بتيجي عليا رهيبه، يعني كود 500,000 جولد انا لسه موزعه على الناس، كود اسنس. ففي اكواد فعلا جامده جدا بترجع، وانا كده كده ببعتها لكل اللي بيعمل لي سبورت. كل اللي عليك تعمله انت تخش على اللينك اللي في الديسكربشن، تربط الحساب بتاعك بنت ماربل وتخش تدوس سبورت للاكونت بتاعي على نت ماربل. وفي حاجه يعني السبورت خلص يعني، فلو انت عملته لي قبل كده لازم تخش تعمله تاني، لان كل سيزون لازم انت تجدد السبورت. فكل الناس اللي كانت عامله لي سبورت قبل كده لا، لازم تخش تتاكد ان السبورت موجود تاني، عشان ممكن يكون السبورت ده اتشال وانا ما اقدرش ان انا ابعت لك الاكواد. الموضوع ده عشان كده يا جدعان يعتبر انا ما باخدش اي حاجه من الموضوع ده، وهي مساعده ليكوا عشان بس تقوي الحساب بتاعك وبس كده. يلا نرجع الفيديو. وفي اسلحه جت على اسلحه تانية خليتها لا ما بقاش ليها لازمه. وفي نفس الوقت برضه هنتكلم ان في شويه اسلحه اس ار لسه يعني اللي هو ايه، لسه في الضوء شويه. يعني بص هم ما ماتوش، يعني الاسلحه الاس ار ما ماتتش، لسه موجوده، لسه ممكن تستخدمها لو انت يعني فاهم متكحرت جامد. فهنقول برضه ايه الاسلحه دي. بدايه بنايت كيلر. نايت كيلر يا جدعان كان سلاح كويس جدا في ان انت لو انت الديفنس بنتريشن بتاعك كان قليل، كان يعني بيعمل شغل حلو، بالذات ان هو كمان كان فاير ويبن، فالموضوع ده كان مهم جدا لينا في بدايه اللعبه. نايت كيلر عنده خاصيه لطيفه جدا، بيقول لك بيزود الديفنس بنتريشن 2.4% لغايه 10 يعني 24% ولمده 20 ثانيه. كل ما تعمل ايه؟ كل لما تستخدم التلكنيسيس افكت اللي هي الابيليتي دي، لما تستخدم الابيليتي دي بتاعه السلاح هيزود الديفنس بنتريشن بتاعك بنسبه 24%. السلاح لطيف، وطبعا انت بتحتاج منه نسخ كتير جدا عشان توصل، يعني اللي هو ال5 نسخ الكامله بتوعه، عشان توصل ان انت تقلل الدامج تيكن، تزود سوري الدامج تيكن اللي قدامك. يعني اللي قدامك هياخد ضرر اكتر. ضرر اكتر بكام؟ 2% ب5 يعني 10% ضرر اكتر زياده، وعندك فوق 24% ديفنس بنتريشن اللي هو بيقلل الدفاع بتاعه عشان تعمل فيه ضرر زياده. فكبداية لو معكش اي حاجه خالص فالسلاح ده هيكون سلاح لطيف جدا معاك. بعديه على طول اللاسترس دراجون. السلاح ده كان يعني مشهور بان هو كان بيخلينا ان احنا نهزم اجريس، برضو الكلام ده في الايرلي جيم خالص. السلاح كان لطيف جدا. في الماكس بتاعه بيقول لك لما نقاط الحياه بتاعتك بتقل عن 60% بيعمل حاجه اسمها انرجي لايت افكت، وده بيقول لك لما انت بتستخدم الدراجون فلاش بيعمل 100% كريتيكال هيت ريت، يعني 100% كريتيكال هيت زياده. فده كان بالنسبه لنا حاجه رهيبه جدا. السلاح ده يعني من ضمن الاسلحه اللي انا عمال بذكرها دلوقتي قبل ما نخش في اقوى اسلحه، بس الاسلحه دي كانت في الايرلي في البدايه كانت اسلحه كويسه جدا. كل سلاح كان موجود لسبب معين، يعني مش شكل فاهم. يعني انا حاططهم في خانه اسمها حاليا بقت شكل، بس زمان كان لا الاسلحه دي كانت حلوه. بعدها على طول السلاحين بتوع الميه، الناجا جارديان والكاساكا فينوم. طبعا سواء ده او ده الاثنين اسلحه يعني بتستخدم لو انت معكش الكتاب، يعني لو انت معكش سلاح ميه الاسلحه دي بتستخدم كويسه جدا، برضو بتدي شويه ضرر وبرضو بتديك شويه دفاع. فالسلاحين عموما كويسين جدا، فاحنا هنحطهم برضو في نفس الخانه بتاعتهم. لو هنذكر بس ميزه لكل سلاح فيهم فهي ان الكاساكا بتعمل افكت زياده لما انت بتستخدم السكيلات بتاعتها. الافكت زياده هي ان هي بتعمل ضرر 75% على 3 ثواني، يعني بتشوف اليوزر دامج دلتا انت عملت فيه قد ايه، عملت ضرر قد ايه في اللي قدامك، وبتاخد منه 75% وتديها له تاني على مدار 3 ثواني، يعني كانها بتسمه فاهم. فالسم ده بيقعد 3 ثواني. فبس ده بالنسبه للكاساكا. بالنسبه للجارديان انت بيعلي الووتر دامج بتاعك وبيزود السرعه اللي انت بتضرب بيها، فدي كانت برضو حاجه لطيفه جدا. برضو يعني تاني بقول لكم الحاجات دي كانت بالنسبه لنا في الايرلي، يعني الاسلحه دي ايرلي جدا، يعني بدايه لو انت لسه بتبدا اللعبه الاسلحه دي تبقى كويسه جدا بالنسبه لك. فلو جينا هنا عند التير ليست هنحط اول كام سلاح في الخانه اللي احنا اتكلمنا عليهم. انا ضفت الاسلحه عشان انا الصراحه ما كنتش يعني ناوي ان انا اتكلم عن اسلحه البدايه قوي، بس لقيت نفسي اتكلمت عنهم فضفتهم. فهم دول عشان برضو يبقوا في التير ليست. دول اسلحه البدايه يا جدعان، يعني الاسلحه دي عملت معانا شغل حلو جدا
في بدايه اللعبه اللي انت لسه بتبدا. يعني الاسلحه دي معظم المحتوى بتاع اللعبه هتخليك تعرف تعديه. نيجي هنا للتير اللي بعديها، او الاسلحه بقى الافضل من دي شويه والاحسن من دي شويه. فروست بايت كان سلاح يعني بالنسبه لنا قبل برضو ما يبقى معاك الكتاب، كان هي يعتبر الطريقه يعني الابسط ان انت تعمل فريز اللي قدامك او اللي هو تجمده، وكان يعني نسبه ان انت تجمده كمان 20%، يعني مش نسبه قويه قوي. هي هتوقفه لمده ثانيتين، وهو ده كان المهم اللي في الموضوع. والافكت بتاعته كانت بتدور حول الموضوع ده، بيعمل شويه دامج ميه زياده، بس غير كده يعني مفيش اي حاجه فيه مختلفه، بس هو كان سلاح عشان تعمل فريز للي قدامك. اللونج بو بقى لا، اللونج بو كان سلاح فعلا كويس. اللونج بو كلايتنينج كان سلاح كويس لانه بيعمل بنتريت للتارجت، وكل ما بتعمل بنتريت للتارجت او اللي هو السلاح بتاعك، انت بتضرب مثلا السهم، كل ما السهم ده يعمل بنتريت اللي هو يخترق الكاركتر اللي قدامك، بيزود الدمج بتاعك بنسبه 4%. وطبعا كل حاجه هنا بتستاك، فال 4% دي بتستاك لحد 20 مره، فانت عندك 80% زياده من بس ان انت عمال بتضرب الفلاش اوف لايت اللي هي السكيليه بتاعتك. فكان موضوع لطيف جدا. ده غير ان هو يعني بيعمل زي ديفنس بنتريشن ل 50% من الديفنس بتاع اللي قدامك، بس يعني مش بالمعنى اللي انا قلته ده بالظبط. هو يعني بيشوف مثلا اللي قدامك 50% من الدفاع بتاعه، ان هو مثلا عنده 100 دفاع، فبيلاشي 50% منه، يعني كانها مش موجوده من الاخر. ده ما اسموش ديفنس بنتريشن، لا ده اسمه ديفنس نيجيشن، اللي هو انت اصلا لاشيت ان الدفاع موجود. فعشان كده السلاح ده فعلا كان حلو جدا، يعني مش بس سلاح اولي، لا سلاح فعلا كان كويس. طبعا بيعمل شويه لايت دامج زياده، وبيعمل ستان كل ما بتضرب فيه. طبعا الستان عامله زي الفريز شويه، بس بالنسبه لللايتنينج الستان بتعمل يعني بتوقف الشخصيه اللي قدامك برضه هي ثانيتين. هتلاقي معظم الحاجات اللي بتوقف اي حد بيضربك بتبقى ثانيتين، يعني ما افتكرش حاجه بتزيد عن ثانيتين، بس يعني هو ثانيتين اصلا رقم كبير، يعني ما تحسش ان هو قليل. وخمس نسخه منه بتزود الاتاك بتاعك بنسبه 25%، او كل الضرر اللي انت بتعمله بنسبه 25%. الديمون نايت سبير، او اللي يعني احنا دلوقتي عندنا النسخه الاس اس ار منه، يعني الديمون نايت سبير يا جدعان سلاح كان لطيف قوي عشان تقعد تعمل السبام يعني تدوس الحاجه كذا مره. فهو لما انت كنت بتدوس الهولي سبير ده، اللي هي السكلايه اللي احنا شفناها دي، تعال نشوفها تاني. دي السكلايه دي لما بتدوسها مره بتعمل حاجه اسمها كورابتد سبيريت. الكورابتد سبيريت دي ايه؟ بتشيل الكول داون بتاع هولي سبير، يعني يعني بتخليك تعرف تدوسها تاني. انت كنت بتدوسها كام مره كده لطيفه. وهو السلاح ما فيهوش حاجات كتيره قوي، غير ان هو مثلا بيرجع لك شويه مانا، بيرجع 1% من المانا لما تستخدم هولي سبير اللي هي السكيلات بتاعته. بيزود الكوربشن انكريز، يعني برضه النسخ بتاعته بيخليك عشان تعرف ترمي السهم كل شويه، يعني هي دي الفكره. او سهم ايه؟ السبير بالعربي يعني يا جدعان. وبس كده بيخليك ان انت الاتاك سبيد ان انت ترميها برضو اسرع شويه، والضرب بتاعه يزيد شويه. وبص اسلحه اللايتنج ما كانتش كتير قوي يعني ما كانش فيه كتير من اي اسلحه الصراحه. فالديمون نايت سبير كان لطيف. طبعا نزل دلوقتي يعني نسخ من السبير رهيبه يعني غير الكلام ده كله، وهنتكلم عنها واقول ايه افضل حاجه لللايتنينج موجوده دلوقتي. واخر حاجه معانا في الاس ار هي الاورب يا جدعان. هي يعتبر الحاجه الوحيده اللي لسه بتستخدم دلوقتي، اورب اوف ارفيرس. عشان الاورب بمنتهى البساطه كانت مصدر للضرر بتاع النار سهل جدا. انت كده بتجيب منها مليون الف نسخه، فكل نسخه منها بتزود الاتاك والديفنس والاتش بي بنسبه 2%. غير كده ان هي القدره بتاعتها هي اللي انت عايزها، يعني قدره السبير هي الحاجه الوحيده اللي انت عايزها. اللي بيعمل شويه نار كده ويرفع اللي قدامك، دي اهم حاجه في السبير في الاورب في افرس. فالفكره كلها انت بتقعد تجمع حاجه اسمها انستنس، يعني بالسبير دي كل ما بتضرب وتبدا الدور بتاعك بيعمل حاجه اسمها 20 انستنت من الريجنج بلاك فليم افكت. والريجنج بلاك فليم افكت دي بتزود الدمج بتاع اللي هي البيرجاتوري اللي هي اقوى ضربه عندك يعني بنسبه 8%. ولما انت بتستخدم القدره دي في 4 انستنتس بتجيت كونسيومد، يعني بتتاخد منك وهكذا. فالسبير مش عارف ليه عمال بقول عليها السبير، او انا عايز اقول سفير اللي هو سفير يعني دايره، بس هي اورب اصلا يعني. فالاورب دي لسه حاليا مصدر فاير كويس جدا لو انت معكش يعني اسلحه كتيره فاير يعني لو انت معكش يعني ولا الفان ولا الكلب حتى اللي هو الشاكوش الكبير ده، ولا القوس والسهم. فيعني السفير بتستخدم بس خلينا نقول يعني ميد جيم، يعني ميد رينج. يعني لو انت مثلا في وسط الجيم انت مش مبتدئ، بس في نفس الوقت انت لسه ما وصلتش ليفل يعني اللي هو نقدر نقول ان هو متقدم شويه. طيب
ده السفير. نبدا في الاسلحه الاس اس ار، ونبدا بالسلاح اللطيف ده المارلين سيرف بورد. المارلين سيرف بورد سلاح ماي كويس جدا اس اس ار. السلاح ده يعني يعتبر كان يعني بيجي ببلاش، فهي الفكره فيه ان انت تقدر ترفعه ببلاش، وكان بيعرف يعني كان المفروض ان انت تستخدمه في الحاجات اللي فيها موب، يعني لان هو بيقعد يرفع الضرر بتاعه ل 99 يعني 999 تقريبا صح؟ بيرفع القوه بتاعه الضرر بتاعك في الوحوش العاديه لغايه 999، يعني 1000 مره بيرفع الدمج بتاعك 1000 مره، بس مش في البوسات، فاهم الفكره؟ يعني في الوحوش العاديه. فلو انت عندك مرحله وحوش عاديه عايز تخلصهم بسرعه قوي، السيرف باس ده او السيكريد مارلين ده سلاح لطيف جدا انت تستخدمه. خلينا نحطهم في الليسته بتاعتنا. فحاليا في الليسته بتاعتنا الاس ار اللي انا قلت لكم عليكم دول دلوقتي معظمهم شكل، يعني معظمهم مش بيستخدموا قوي، يعني فاهم الفكره؟ لو انت لسه بادئ اللعبه هو حلوين بالنسبه لك، بس حاليا لو انت متقدم في اللعبه فالاسلحه دي كلها معظمها شكل. نيجي للاسلحه اللي فعلا شغاله، يعني بتعمل حاجه في اللعبه. خلينا نبدا بالسنايبر. السنايبر يا جدعان الويست ويند سلاح حلو جدا، كان فشيخ في البدايه، ولحد يومنا هذا لسه بيستخدم شويه في الحاجات اللي هو زي بارن مثلا. ناس كتير قوي استخدمته فيه، يعني عشان هو بيحتاج ان انت يبقى معاك سلاح ويند. فالويست ويند سلاح رهيب، بيجي لك منه نسخ بالعبيط. السلاح اتعمل له نيرف، يعني في الاول ال 130 دي كانت رقم تقريبا 200 وي، بس السلاح لسه كويس برضه يا جدعان. يعني لما انت بتجيب منه كذا نسخه السلاح كويس. السلاح بيعتمد على ان انت تقعد تجمع الطلقه كده، يعني تقعد تشحن وبعدين تضرب الضربه، فسلاح لطيف جدا. يجي بعديه البامكن اللذيذه دي برضو نزلت عشان بارن، يعني نزل بقى خصيصا عشانه. يعني هي بتزود الويند دامج بتاعك، ويعني بس الفكره كلها ان انا حاسس ان حاليا يعني الزياده اللي هي بتعملها، يعني بتعمل 20% زياده للويند اليمنت، وفي نفس الوقت بتعمل ضر زياده 20%، بس هو ده اقصى حاجه بتعملها. يعني مفيش حاجه تانية، يعتبر شويه بقى كول داون ريدكشن، وبتقلل الكول داون عشان تعمل ضربه تاني. فانا حاسس ان البامكن حاليا مش احسن حاجه، يعني نزلت في وقتها. لو انت هتستخدمها عشان بارن يعني بران استخدم البامكن، غير كده يعني متهيألي مش قوي. يعني لو احنا جينا هنا قلنا مثلا ان السلاح السنايبر لسه شغال، السنايبر لسه شغال، بس لو جينا عند البارن عند البامكن انا عايز احطها في شكل بس خلينا نقول ان هي البامكن لسه شغاله. البامكن بتعمل الدور اللي هي موجوده عشانه، ان هي لو انت عندك، فالاسلحه دي برضو لسه بتعمل الوظيفه بتاعتها، ودي اهم حاجه. خلينا نتكلم بالمره على الاسلحه اللي هي برضو اللي شكلها غريب كده. نتكلم على الهوت دوج او يعني الشيش كباب ده. السموكي شيش كباب يا جدعان هو سلاح عموما فاير. الفاير دامج بيزود شويه الفاير دامج بتاعك وبتاع الفريق. النسبه مش كبيره، يعني بيزودوا ب 5%. بيرجع شويه اتش بي برضو 3%، و3% الام بي، يعني حاجات برضو بسيطه جدا. يعني لو جينا على اقصى حاجه منه بتقول ان هي هيزود الضرر الفاير بتاع الفريق كله بنسبه 10% لو هم حواليك، وهيزود الضرر بتاعهم عموما بنسبه 10%. فهو سلاح فاير جيميكي كده، اللي هو يعني نازل ميم، يعني فاهم الفكره؟ اكيد باين من شكله يعني ان هو نازل ميم. فبيعمل شويه فاير، بيعلي شويه الفاير، يعني الموضوع مش حاجه رهيبه جدا. هي دي السكيليه بتاعته يعني سيخ الكباب ده بالنسبه للسلاح ده. بعديها بقى عندنا سلاحين المايه الاس اس ار اللي احنا بنستخدمهم في العموم، بس مش اقوى اسلحه مايه. يعني خلينا نقول ان دول يعني سلاحين المايه الاس اس ار الكويسين جدا. عندك اول حاجه هي الكاساكا فينوم الفانج، اللي هو بقى سلاح الاس اس ار منه. الكاساكا فينوم الفانج سلاح رهيب جدا، بيعمل دامج 110% بدل ال 70% اللي كانت في الاس ار. فهنا الفينوم بتاعه او السم بتاعه، لا السم محترم، بيعمل ضرر محترم على مدار 3 ثواني. برضو بيقلل ان اللي قدامك يرجع نقاط الحياه بتاعته بنسبه 70%، بس كده كده مفيش حاجه كتيره بترجع نقاط الحياه بتاعتها. لما بترجع نقاط الحياه بترجعها كلها، ولما بتعمل افكت 5 مرات على اللي قدامك، يعني لو نفس الافكت 5 مرات على اللي قدامك بيعمل حاجه اسمها باراليسيس، اللي هو من الاخر بيعمل ستان اللي قدامك ثانيه واحده. فدي حاجه لطيفه. لما نروح نشوف اخر حاجه فيه، خامس حاجه فيه، بتزود الدمج بتاع الاسكيليه اللي هو بيستخدمها بنسبه 150%. الاسكيليه اللي هو بيستخدمها اللي هي دي الفانيشنج شيد، بيزود الضرر بتاعها بنسبه 150%. الاسكيليه كويسه جدا، اصلا بتعمل 1500، فرقم حلو. وطبعا البويزن بيزيد، يعني هنا بص لما انت برضه في الرابع نسخه او ثالث نسخه منها، لما انت بتعليها بيزود الدمج بتاع البويزن الكاساكا ديدلي بويزن بنسبه 200%. فعموما سلاح سوليد، يعني سلاح حلو، مش سلاح فيه حاجه رهيبه، بس سلاح حلو، سلاح للميه حلو جدا. عندك السلاح اللي بعديه على طول هو السكادي. السكادي يا جدعان كان الناس بتقول ان هو سلاح هيبدل الكتاب، بس يعني ده ما حصلش نهائي.
الاسكادي سلاح كويس، بيعمل فريز، بيعمل الفريز بتاعه لمده برضه ثانيتين. بس في الاسكادي كيرس، الاسكادي كيرس دي بقى بتقعد حبه حلوين، يعني الاسكادي كيرس بتقعد الديوريشن بتزيد 7%. طب ايه الاسكادي كيرس دي؟ او الديوريشن بتزيد 7 ثواني. ايه الاسكادي كيرس؟ الاسكادي كيرس اتوقع ان هم بيبقوا بطاء، يعني اللي هو بيتحرك ببطء، يعني تقريبا هي دي الاسكادي كيرس. طبعا الاسكادي عموما اللاست هانت اللي هي اقوى ضربه عنده بتعمل دامج 200% في اليوزر اللي قدامك، وبتحط الكرس عليه. الكرس دي اللي هي اللي بيقدر ان هو بيبقى بيتحرك بالراحه. بعديها بيعمل فريز، الفريز هنا برده ثانيتين، معظم الفريز هتلاقيه ثانيتين. فاول نسخه هنا بيقول لك انت لما بتستخدمها وبتلاند اي اتاك بيعمل 50% ضرر زياده. في اخر نسخه هنا الانتربت اللي هو الفريز بيزيد 3 ثواني، وده رقم كبير جدا. والضرر اللي انت بتعمله في اخر نسخه بيبقى 1000% من الاتاك بتاعك انت كيوزر اللي هو المستخدم، بيعمل 1000% من الضرر بتاعه. رقم رهيب طبعا، 1000% رقم محترم جدا. كرقم ضرر، بص 1000% كرقم ضرر كبير لو انت معاك الخمس نسخ منه. بس انت برضو بتبص على فاعليه السلاح اللي قدامك ده في ان هو يضرب كتير او يضرب مره واحده بيرس. فالسلاح ده بيضرب مره واحده بيرس، بس هتلاقي ان معظم الوقت الاسلحه اللي بتضرب كتير وبقوه احسن من الاسلحه اللي بتضرب يعني سكلايه واحده بتقعد لها فتره، وبعدين السكلايه الواحده دي بتعمل ضرر كبير. فاهم انا قصدي ايه؟ فالسكادي سلاح حلو، بس الضرر اللي بيعمله لازم يكون طبعا عندك الخمس نسخ منه عشان تعمل 1000% دي، عشان في اخر سكلايه اللي هو اللاست هانت تعمل اللي هو الضرر اللي هو قصده عليه. يعني انت بتضرب حواليك وكل المفروض اللي حواليك دول بيتجمدوا 5 ثواني. هنا بيتجمدوا قد ايه؟ قصدي الخمس نسخ هنا بيتجمدوا قد ايه؟ بيتجمدوا 3 ثواني. انا الصراحه السلاح ده بالنسبه لي كان سلاح حلو جدا، يعني حته ان انا اقدر ان انا استغنى عن الكتاب، لان الكتاب كان بيجمد في قدامك، وانا هقول لك على الموضوع ده. الكتاب بيجمد في مسافه قدامك، انما المسدس ده كان بيجمد كل اللي حواليك. فعارفين لو كان بس بيعمل نفس الضرر اللي الكتاب بيعمله حتى بعد 1000% دي، السلاح بيعمل ضرر وكل حاجه، بس برضه مش زي الكتاب، ما وصلش للحته بتاعت الكتاب. نيجي هنا عند الكلاب بتاع النار. يعني انا حاسس ان السلاح ده لما نزل يعني مفيش ناس استخدمته يعني طبعا الناس استخدمته يعني. انا حاسس ان الفالكن ريج السلاح ده لما نزل كان كل الناس اصلا عماله قاعده تستخدم الاورب اللي هي الاورب اوف افرس. فحسيت ان الناس يعني اللي هو ايه، او سلاح نار موجود عادي يعني، ما حدش مهتم. فاهم الفكره؟ فالسلاح ده سلاح نار كويس، بيعمل شويه ضرر. يعني هتلاقي ان انت عندك 400% انفجار لما انت بتضرب السكيلات بتاعتك، وعندك 20% دامج زياده، وعندك الاتاك بتاعك اليوزر اتاك بتاعك بيزيد بنسبه 12%، والسرعه اللي انت بتضرب بيها بتزيد. عندك الفاير برضو بيزيد، ولو انت عليك شيلد، لو انت في حاله شيلد حد حط عليك شيلد ودوست اللي هي السكيليه الاخيره بتاعته دي اللي هي الفاير اوف ديستركشن، بتعمل 50% دامج زياده او ضرر زياده. فهو سلاح حلو، بس انا حسيت ما حدش استخدمه. انا ما استخدمتوش، ما اعرفش ناس كتير استخدمته. الاورب كانت بتعمل نفس الموضوع بس اصعب يعني. طبعا يعني انت لو معاك سلاح النار يبقى احسن، بس اصل يعني الاورب يعني هي اللي عدتنا من الحته بتاعت ملك التلج اللي هو اللي انت حولته لشادو. فما اعرفش، انا حاليا مش شايف اي استخدام للفالكن ريج. هو بيعمل اللي عليه بس انا مش شايف له استخدام. هو برضو هو واخوه الهانسمان، السلاح ده شاف كميه بفات عشان يبقى حلو والناس تستخدمه. اتوقع في الاول هو كان حلو، يعني في اول مره لما يعني اول ما نزل السلاح ده كان حلو. متهيألي خد نيرف يعني اتقلل قوته، بعدين اخد بف. بس يعني حاليا برضو انا مش حاسس ان السلاح ده فيه حاجه رهيبه بيعملها. السلاح بيعتمد على ان انت بتستخدم حاجه اسمها تايم اوف هانت، اللي هي السكيلات اللي هي اللي بتيجي بعد لما تستخدم جادجمنت تايم. يعني انت بتستخدم جادجمنت تايم بيجي بعد السكيلات دي على طول حاجه اسمها تايم اوف هانت. زي ما انتم شايفين العلامات دي معناها ان هو بيعمل بريك شويه، ويك بريك ويك بريك ويك بريك. هو ما كانش بيستخدم عشان البريك كده يعني كان في اسلحه ثانيه سكيلات اصلا بتستخدم عشان البريك. فهو ميزته ما كانتش البريك، ميزته كانت شويه عشان تايم اوف هانت اللي بتزود الضرب بتاعك بنسبه 100%. فكانت لطيفه يعني. مش هقول ان هي حاجه يعني واو، بس هم حاولوا ان هم يحطوا فيه حاجه يعني تزود البريك افكت. يعني انت مثلا عندك هنا في النسخه الاولى بيعمل بريك افكت زياده بنسبه 25%، والضرر بيعمل ضرر زياده بنسبه 8%. بس برضه الحاجات دي ما عملتش حاجه، ما خلتوش اللي هو رهيب. في اخر نسخه منه بيعمل حاجه اسمها ديستروير افكت تشينج، اللي هو الديستروير افكت بتاعتها بتتغير، اللي هي الديستروير دي اللي هو انكريز دامج تيكن باي 8%. يعني ما فيهوش ولا البريك القوي، يعني هو ولا هو بريكر سلاح بريكر فانت بتكسر بيه اللي قدامك، ولا هو سلاح بتعمل دامج رهيب فيه. فهو كان حاجه بين البنين ده، وده اللي خلاه مش مستخدم قوي. نيجي لاخر واحد فيهم الديمون نايت سبير. الديمون نايت سبير يا جدعان
انا بقول اخر واحد فيهم من الستايل بتاع الويبنز ده، يعني فاهم الفكره؟ ستايل ويبنز ده اللي هو والستايل ده انا قصدي ان هو بيبقى فيه يعني حاجه انت لازم تستناها او انستنت او حاجه هو مديها لك انت لازم تستناها عشان تضرب اللي هو الضربه الرهيبه بتاعه السلاح. فالسلاح ده فيه ضربه رهيبه ان انت لو جمعت 3 انستنتس اللي هو حاجه يعني هنا اسكلايه معينه، لو استنيتها ل3 مرات في خامس نسخه اللي هي اخر نسخه، لما يبقى عندك 3 انستنت من الهولي نايت كيرس بتعمل 200 2000% يوزر اتاك دامج. ف 2000% من الاتاك بتاعك بتعمل له ضرر في اللي قدامك، حاجه رهيبه، حاجه بوم. فعلا السلاح ده جامد يعني في حته البوم بتاعه. فلو قلنا ان السلاح ده ميزته مش في ان انت تعمل دامج على مدار الوقت، لا، ميزته ان انت تفضل كده مستكن متأني لغايه لما تجيب البوم اللي هي ال 2000 دامج دي. بس ده طبعا في 5 نسخ منه، يعني لو قلنا مثلا ان هو طب امتى بيبدا يبقى حلو؟ من ثالث نسخه، يعني ثالث نسخه منه بيزود الدمج بتاع الهولي نايت فيوري 2% بتتضرب في 50 يعني 100%. فعلى الاقل ثالث نسخه لازم تبقى معاك. فده سلاح اس اس ار بيتعمل بسهوله جدا، يعني ما فيهوش حوار، بس في نفس الوقت لازم يبقى معاك 5 نسخه منه. طبعا عمايل الاسلحه دلوقتي بقت ما فيش اسهل منها، اي سلاح يعتبر ممكن يتعمل، بس الفكره كلها لو انت معكش الموارد ده فما تعتمدش انت تجيب السلاح ده وتقول انا هستخدمه ان هو رهيب. في اسلحه ثانيه احسن يعني من ده دلوقتي بالذات في اللايتنج. فلو جينا هنا هنقول احنا هنضيفهم بالترتيب بقى ايه، يعني مثلا هنضيف بالترتيب اللي هو الديمن سبير، هو شغال بيعمل اللي عليه مفيش اي مشكله. الكساكا برضو نفس الفكره، سيخ الشاورما ده، والبار بتاع الفاير اللي هو الكلاب، وبرضو المسدس بتاع اللايتنينج والسكادي. كل دي اسلحه بتعمل اللي عليها على حسب انت واخدها ليه. دي مش اسلحه انت واخدها عشان تبقى انت اوفر باورد. يعني اوفر باورد يعني ان انت تبقى شخص قوي جدا، شخص فتاك تقدر تموت اي حاجه قدامك. مش دي الاسلحه. دي اسلحه اللي هو ايه، مثلا انا البوس اللي قدامي عنده ضعف في الاليمنت معين، فانا هضطر ان انا اخد سلاح عشان الاليمنت ده اللي هو ايا كان، نار، لايتنينج، مش عارف ايه، فانا هاخد النوع ده من السلاح عشان اقدر اعدي الحته دي كلها. في اسلحه تانية يا جدعان انت بتبص لها ان هي اسلحه قويه حتى لو اللي قدامك ما عندوش ضعف ليه النوع بتاعه، هي اسلحه قويه مهما حصل. وهي دي الاسلحه اللي احنا رايحين عليها دلوقتي، اللي هو ما بين خانه حلو وما بين خانه فعلا جامد. حته الاسلحه الفعلا جامد هي هنا بقت اسلحه بتبقى قويه مع بعض، عامله شغل مع بعض كده، يعني اللي هو ايه الحلاوه دي، فاهم انت الفكره؟ فنيجي من الاسلحه اللي فعلا عامله شغل حلو مع بعض، هو الفان اوف فاير ديمن. ليه الفان اوف فاير ديمن سلاح قوي؟ فان اوف فاير ديمن بيعمل بريك افكت، بس البريك افكت بتاعته بريك افكت هيفي بريك افكت، فاللي هو البريكنج بتاعه قوي، مش بس ان هو بيعمل بريك، لا البريكنج بتاعه قوي. فهنا السلاح ده كبريكر حلو جدا. طيب ايه تاني بيعمله السلاح ده؟ بيزود الضرر بتاع النار ليك، وبيزود المانا ريكفري ليك برقم كويس جدا. يعني بيزود الضرر بتاع النار ليك في اللي هو من غير اي نسخه منه، بيزود النار بتاعك او الضرر بتاع النار ليك بنسبه 18%. ف 18% زياده النار مبدئيا قبل ما تعمل اي حاجه. وعندك كمان مانا ريكفري، بيرجع لك المانا بنسبه قد ايه؟ 30%. فانت عندك 15% او 18% نار زياده و30% مانا زياده. ده كده قبل ما نعمل اي حاجه، ده كده مبدئيا في السلاح بتاع الفان اوف فاير. طيب خدنا النسخه الاولى بتاعته بتعمل ايه؟ الفاير دامج بتاع جينوو بيعلى بنسبه 50% لما هو بيضرب تارجت عليه حاجه اسمها هاي فيفر. هاي فيفر دي انت بتستخدمها ازاي؟ لما بتستخدم السكيليه بتاعت السلاح اللي هو فاير فلاور، اللي هي السكيليه دي، لما بتستخدمها بتحط على اللي قدامك حاجه اسمها هاي فيفر. حطيت عليه هاي فيفر صح؟ خد بقى يا معلم، النار اللي هتعملها عليه من الان وصاعدا هتبقى زياده بنسبه 50%. ده كده مبدئيا. طيب بس كده لا، انت هيرجع لك 10% من المانا بتاعتك لما تضرب الشخص اللي عليه هاي فيفر ده. طيب حلو كده؟ لا لسه، انت في ثالث نسخه منه هيزود النار بتاعتك والمانا بنسبه 50%، وهيزود الكريتيكال هيت بتاعك وانت بتستخدم السكيليه بتاعت السلاح ده بنسبه 30%. ومش بس كده، الكريت هيت دامج هيزيد بنسبه 120%، وحاجات تانية كتير بقى، سوبر ارمر، وهيديك زيادات في المانا بتاعتك. فالسلاح اوفرول بشكل عمومي سلاح قوي جدا. نيجي بقى الخامس نسخه منه، ودي اللي هي احسن حاجه. خامس نسخه من السلاح ده يا جدعان بيقول لك لو انت الاسلحه بتاعتك اللي انت حاططها معاك فاير، لو كل الاسلحه اللي معاك فاير، فانت هتعمل 50% زياده لاي سلاح فاير معاك. 50%؟ 50% ضرر عموما، بدون اي حوار، ضرر زياده 50%. فعشان كده السلاح ده رهيب. السلاح ده يا جدعان رهيب
رهيب رهيب بمعنى الكلمه. سلاح حلو جدا للفاير، ده غير ان هو 5 نسخه بيخليك ان انت تبدا الالتيميت بتاعتك معاك. فالسلاح ده حلو جدا للفاير. طب الفاير مع ايه يا معلم؟ الفاير مع الفينيكس. مع الفينيكس سول السلاح ده بيبقى الاثنين دول بيبقوا نسخ رهيبه للفاير. طبعا احنا مش داخلين على فاير ميتا، يعني البوصات اللي جايه مش هيبقى عندها ضعف للفاير، فممكن الاسلحه دي ما تبقاش اقوى حاجه في المحتوى بتاع اللعبه اللي جاي. المحتوى بتاع اللعبه اللي جاي هيكون محتوى هوا مش محتوى نار. بس الاسلحه دي لمحتوى النار رهيبه. الاسلحه دي محتوى النار رهيبه جدا. انت عندك اصلا الفينيكس ده سلاح كويس جدا. الدمج اللي انت بتعمله من السلاح ده برضه دمج محترم جدا. يعني انت السكيليه بتاعتك اللي انت بتستخدمها اللي هو الفاير بيرد سول ده افكت لما انت تستخدم السكيليه بتاعت السلاح اسمه فاير بيرد سول، بيزود الفليم شوت دمج بنسبه 80% بير بيرد سول. يعني كل بيرد سول بيزوده بنسبه 80%، اللي هو كل افكت وانت بتضرب بيزيد 80% على الضربه. فانت عندك 80% في 3، فيعني مستريح 240 مستريح. يعني انت عندك 240% ضرر زياده من بس انت بتضرب الضربات بتاعت السلاح ده. فالسلاح ده رهيب لما تحطه مع الفان بيعمل كومبو عالمي. نيجي على حبيب الجماهير الديمن كينج لونج سورد. الديمن كينج لونج سورد متهيألي خد باف. السلاح ده فكرته ان انت لما بتصد الضربه بتاعت اللي قدامك بتقدر ان انت تاخد شيلد وتضربه ضربه اقوى منها بكتير، بس لازم ان انت تعملها بالظبط قبل ما تتضرب. السلاح ده رهيب مع بارن. بتحط معاه كنا بنحط معاه السلاح اللي هو الثاني بتاع ويند ويست، الى ان هينزل فيه سلاح ويند جديد هينزل يا جدعان غير الديمن كينج داجر. يعني الديمن كينج داجر برضو كويسين جدا كسلاح ويند. رهيب 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 السلاح ده. وانت حاليا الديمن كينج لونج سورد لسه سلاح قوي، يعني لسه سلاح حلو، وده من اول الاسلحه اللي نزلت. فيعني لك ان تتخيل في اسلحه نزلت من بدري كانت قويه جدا بس دلوقتي يعتبر ما بقتش بتستخدم. منهم الجميل الشادو سايس. ده كان احلى سلاح بالنسبه لي، انا بحبه. يعني مش بس ان هو بيعمل دامج ساعتها، لا ده كان احلى سلاح بالنسبه لي يا جدعان. هو كان مبني على حاجه بسيطه جدا، هات نسخ من السلاح وافضل دايس الزرار هتعمل ضرر كتير. بس يعني ساعتها ما كانش فيه فكر، يعني كانت انت بتضرب وخلاص، فاهم الفكره؟ فالشادو سايس سلاح رهيب ما بقاش بيستخدم دلوقتي للاسف، بس سلاح حلو جدا. والزيك فراجمنت، الزيك فراجمنت يا جدعان يعني انا ما بقتش لاقي له استخدام خالص كشادو ويبن، يعني لان في شادو ويبنز احسن منه. بس هو انت لو انت مش معاك الشادو ويبنز الاحسن منه اللي انا هذكرها دلوقتي، ف يعني استخدمه. هو بيعمل دامج بس طريقه لعبه بالنسبه لي انا مستفزه. يعني انا ما بحبش طريقه لعبه. يعني انا بحب الحاجات تبقى مبسطه شويه يعني في الطريقه اللي انا بلعب بيها. فانا بحس ان هو بيعتمد على حاجات معينه عشان انت تقدر تعمل الدمج. وحته ان هو الدمج بتاعه مقسوم على ضربتين، ضربه ان انت بتروح وضربه ان انت بتنزل على اللي قدامك. يعني ده في معظم الاوقات اللي قدامي ده بيختفي يعني بيتحرك بسرعه. فانا عايز اول ما تيجي الضربه عليه خلاص الضرر يحصل. فده كان بيضايقني في السلاح ده. فاحنا عندنا هنا في لستة الاسلحه فعلا الحلوه، انت عندك الديمن كينج حلو فعلا، السايس حلو مبقاش بيستخدم قوي بس سلاح حلو، الزيك انا ما بحبش استخدمه بس سلاح يعتبر كويس، فاير السلاح الفينيكس وسلاح الفان، الاثنين دول مع بعض انا عايز احط لهم خانه لوحدهم. يعني عارف انت لو في خانه كده ما بين حلو وجامد اسمها حلو بزياده، عارف انت الحلو بزياده، الاثنين دول حلو بزياده، الاثنين دول حلوين جدا 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 مع بعض. وطبعا السبير لان كده كده سلاح انت بتقدر تعمله بسهوله جدا، فهو سلاح حلو مفيش مشكله. نيجي عند اخر اسلحه موجوده يا جدعان، ولك ان تتخيل هي اقوى اسلحه موجوده في اللعبه، هي الديمن كينج الديمونيك بلوم سوري، وعندك المون شادو، وعندك الديمن كينج داجرز، وعندك معاهم افضل سلاح لايتنينج موجود الديفاين كورتر ستاف. الديفاين كورتر ستاف يا جدعان افضل سلاح لايتنينج موجود، لان حته ان انت بتشحن الضربه بتفكرني بالسلاح بتاع الشادو سايس، تشحن وتضرب لي الضربه تيجي فيها تعمل الدمج. انا مش عايز اكتر من كده. طبعا في بفات ليه وفي حاجات للمانا وحاجات ان هو بيقوي الدمج، ويعني معظمها حاجات لطيفه جدا، غير ان هو بيديك شيلد كمان بيساوي 50% من الماكس اتش بي بتاعك. فالسلاح رهيب بيقعد يستاك. لو جبت منه الخمس نسخ الضرر بيزيد بنسبه 150%. سلاح لا تشيبه شائبه، سلاح من الاخر رهيب، يعني سلاح قوي جدا. ديمن كينج يعني انا ما اقدرش اقول لك السلاح ده يعتبر احسن سلاح في اللعبه حاليا، يعتبر الديمن كينج احسن سلاح في اللعبه حرفيا موجود. السلاح رهيب للوين دامج، بيعمل ارقام مهوله. السلاح ده عنده القدره ان هو يستن اللي قدامك، يعني هيوقفه. عنده القدره ان انت في ستاك في قدره هنا اسمها 2 از 1. 2 از 1 دي بتعمل ايه؟ بتزود الكراكلينج ثاندر اللي هي السكيليه بتاعت اقوى سكيليه بتاعت السلاح، بتزود السترينث ستات بتاعتها، وبتزود الضرر بتاعها بنسبه 1% لكل 10 سترينث بوينت معاك. عارف يعني ايه؟ يعني كل 10 بوينت موجوده في خانه القوه بيزيد الضرر بتاع السكيليه دي بنسبه 1%.
كده انا كنت دايما بحب احط النقاط بتاعتي كلها في القوه، فاهم الفكره؟ لحد كام؟ لحد 50%. يعمل اخر، خلينا نقول ان هو في زياده ضرر ببلاش 50%. مش بس كده، لما انت بتستخدم السكيليه دي كمان في حاجه اسمها لايتنج رش بتحصل، اللي هو لايتنج رش دي بتكونسيوم انستنت واحده، انت بتخش بكذا انستنت. يعني انت اول ما بتخش اللعبه بتخش بكذا انستنت، كل ما بتضرب بيبقى فيه انستنت. الانستنت دي زي ما قلنا هي بوينتس من الاخر، يعني هي بوينتس بتستهلك. الانستنت دي لما انت بتستخدمها بيحصل افكت اللي هو لايتنج رش، وبيزيد برضه سكيل 50% دامج، طول فتره الفايت يعني بتفضل موجوده. كل ما بتزيد نسخ كل ما بتزيد ضرر. بس بمنتهى البساطه الموضوع هنا بسيط جدا، زود نسخ هزود ضرر، بدل ما بيزيد 50 هزوده 150. سلاح رهيب بجد، مفيش يعني مفيش سلاح انا شفته يعني بيدي الضرر ده اللي ببلاش. يعني انت ما بتحتاجش انت تعمل حاجه كتير. عندك طبعا المون شادو، احسن سلاح دارك، يعتبر احسن سلاح بيعمل دارك. فعلا دي حقيقه. الديمونيك بلوم احسن سلاح للكريت، لو انت عندك كريتات كويسه جدا الديمونيك بلوم احسن سلاح للكريت، لانه بيزود الكريت دامج بارقام مهوله. فالسلاحين دول يا جدعان احسن سلاحين للدارك. يعتبر معظم الناس حاليا ما بتستخدمش غير يعني هي الاول 3 اسلحه دي يعني اول 3 اسلحه دي بتستخدم في كل حاجه واي حاجه يعتبر. فانت عندك الويند والاثنين ديمونيك بلوم دول رهيبين بجد، اقوياء جدا. ووصولا لافضل سلاح لايتنينج وهو الكتاب ما زال هو احسن سلاح لايتنينج، احسن سلاح ووتر ميه. الكتاب بيعمل 100% كولد ايس، يعني 100% هيعمل فريز اللي قدامك. الفريز افكت بتقعد 4 ثواني، مفيش 4 ثواني موجوده في الجيم كلها. مفيش ان انت تفضل مجمد اللي قدامك 4 ثواني في الجيم كلها. وكل ده ايه؟ انت عمال تضرب فيه ضرر، يعني انت مش بس عمال مجمده، لا انت عمال تضرب فيه ضرر على مدار الجيم، فاهم؟ لا ومش بس كده، الضرر بيزيد لو هو عنده ضعف للميه، يعني بتزود ان هو يبقى ضعيف للميه بنسبه 24%. السلاح ده ما زال هو ابسط سلاح موجود بيعمل ضرر، يعني فاهم؟ كميه. فانت عندك الجريم وور بتاع الميه، عندك الديمون كينج داجر بتاع الهواء، عندك الاثنين ديمونيك بلوم، وعندك الديفاين كورتر ستاف. دول الاسلحه الفشيخه لكل اليمنت. فهنا هنحط الاسلحه دي في جامد، لان فعلا كل سلاح من دول سلاح جامد بحق وحقيقي. لو خلينا مثلا نخلي ان اول اسلحه دي بتبقى هي اقوى حاجه، هجيب مثلا الفان هنا، وهجيب وراها الفينيكس، لان دول اقوى 2 في الفئه دي. وهنا مثلا لو حبيت ان انا اجيب اقوى حاجه في الفئه دي، انا شايف ان الديمونيك كينج يعتبر اقوى حاجه، بعديه على طول المون شادو او الديمونيك بلوم، بعديه الديفاين كورتر ستاف، بعديه الكتاب بتاع الماي. دي الليست يا جدعان بناء على استخدامي لكل الاسلحه دي على مدار فتره لعبي السولو ليفل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اكتب تحت الديسكربشن ايه رايك في التجميع من الاسلحه اللي انا حاططها دي، وهل عندك تعقيب على سلاح من الاسلحه دي ولا لا. وما تنساش برضو تكتب لي تحت في الكومنت ايه الفيديو الجديد اللي انت تحب ان انا اعمل عنه محتوى، او ايه الحاجه في اللعبه اللي انتم محتاجين ان هي مثلا محتاجه شرح زياده او حاجه مختلفه. كان معاكم علاوي وشكرا ليكم.